هزة أرضية مجددا بمدينة مغربية. قبل لحظات وردتنا هذه الأخبار العاجلة التي تهم المغاربة. هزة أرضية بمدينة مغربية، الأرض تهتز تحت أقدام المغاربة، لكن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قبل ما نبدأ في التفاصيل الإخبارية، أول حاجة معكم أنا على قناتكم باليوتيوب أخبار عاجلة ماروك، اشتركوا بها الآن ولا تنسوا تفعيل زر الجرس باش تتوصلوا دائما بكل جديد أخبارنا المغربية. سأكون سعيدة بذلك، فقط فعلوا زر الجرس وشكرا جزيلا لكم. والآن بعجالة لنتعرف عن هذه التفاصيل الإخبارية الجديدة العاجلة. هزة أرضية قبل قليل أو قبل ساعات بمدينة مغربية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر، وهذه هي التفاصيل. حيث شهدت جماعة بيزنطاد ضواحي مدينة الحسيمة قبل ساعات هزة أرضية قدرت قوتها ب4 درجات على سلم ريشتر. ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن هذه الهزة التي حدد مركزها بدوار تهلوانت وقعت على الساعة 2:04 و19 ثانية بعد الزوال بتوقيت غرينتش. وكشفت المعلومات ذاتها أن هذه الهزة التي سجلت على مسافة 586 كيلومترا وقعت عند التقاء خط العرض 31.226 درجة شمالا وخط الطول 9.328 درجة غربا. لم تخلف طبعا هذه الهزة أي خسائر إطلاقا. فكانت هذه آخر الأخبار التي وردتنا بخصوص آخر الهزات التي تقع بالمغرب. شكرا لكم متابعينا الكرام على طيب الاستماع وحسن المتابعة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.